كتجاوب عاد كتقول شنو قلت انا صاحبي واش هادشي النفاق الاجتماعي مهم. خرج تحاك مع الناس، خذ دي زيكسبيريونس جداد، والحياه كامله سي شي اكسبيريونس. غادي ناخذ تجارب جداد وغادي تتعاشر مع ناس جداد. شي ناس ضربونا في دارنا دابا باقيين كيضربوا المسائل، غادي نتعاشر مع وحدين جداد وما ثانيه. الحاجه اللي ما كتقتلكش غادي تقويك. ونبدا غادي يكون جاك واحد السؤال فلسفي شويه. هذا السؤال هذا هو علاش في المجتمع ديالنا كنلقاو الناس ما شاء الله كتلقاه عنده القضيه مكفسه في المشاعر، كتلقاه نضرب من هنا نضرب من لهيه، ولكن كتلقاه متحكم في راسو، كتلقاه انسان ستابل ما كيتزعزعش. والعكس كذلك، كتلقى واحد الانسان حاجه بسيطه النهار ديالو مشى، هادشي دير زعما تحاول انك تلييه وتحاول دابا كتقول هادشي ما عندها حتى شي علاقه بواحد زائد واحد كتساوي جوج. حيت كتشوف في هاد الامثله اللي عطيت كتلقى وحدين ما قاريينش، كتلقى شي وحدين ما ديفلوباو زعما شي نظريه ولا ماشي دي فيزيسيان، وميم با كتلقى دي فيزيسيان كتلقاهم شي حاجه بسيطه ديال المشاعر في الحياه ديالو كما قلت لك النهار مشى. من هنا نقدر نقول لك ان هاد لا سيتوياسيون هادي ما عندها حتى شي علاقه بالديفلوبمون العقلي اولا اللي كيتسمى بالاي كيو، وانما هادشي عنده علاقه بواحد الحاجه اللي سماوها العلماء الذكاء العاطفي. والذكاء العاطفي ماشي تعبير فلسفي خاوي، وانما تعبير فلسفي عميق. حيت بكل بساطه بالقليل من التحليل في المجتمع كتشوف على انه كيدير واحد الفرق اللي هو كبير بزاف ما بين الناس اللي نسبيا ناجحين وما بين الناس اللي هما نسبيا فاشلين. اول حاجه ذكرت واحد جوج ديال لي تيرم تقدر تكون نتايا ما فاهمش، نفهم الخويا مزيان. الاي كيو كيعنيو به الديفلوبمون العقلي، هو واحد جيني واحد ماتيماتيسيان المات الفيزيك، هذا كيتسمى الاي كيو. هو بكل بساطه لانتيليجونس كاشن، زعما كيعنيو به الذكاء العقلي، واحد خارق في الفيزيك المات سب نجي مع الاناليز النظريات يحلل معك اللي بغيتي. وكاين الاي كيو الاو كيو هو ليموسيون كاشن، بمعنى الذكاء العاطفي، هو واحد عاطفيا. وداك الشيء اللي جيت في هذا الفيديو نتريتي معك دو اجوسكا زي. كاين علماء يقول لك اسيدي راه تكون واعر في عقلك تكون جيني راه غتنجح، لا. وكاين بعض العلماء الاخرين كيقول لك انه تكون ذكي عاطفيا ما تعرف واحد زائد واحد، ما كتعرفش واحد زائد واحد راه غدير. نقدر نقول لك واعرفهم كيعرفوا والو، ولكن غير بلانتيليجونس ايموسيونيل كتلقى مع شغل عارفين عندهم الاي كيو طالع وصافي داير بلاصتو. وكتلقى واحد عنده الاي كيو طالع وما قادش يدير ديفولاسيون، داك الاي كيو ديالك سير تاكل. الشيء علاش هذا عبدو ربي الضعيف. في هذا الفيديو هذه غادي نعرف لك مزيان، ما تنساش تشوف شي فيديو واحد اخر شنو هو الانتيليجونس ايموسيونيل. 1990 واحد جوج ديال العلماء امريكيين، واحد سميتو جون ماير والثاني سميتو بيتر سالوفي من الجامعه ديال نيو هامسفير، هما اول وحدين عطاو تعريف علمي للذكاء العاطفي. وكيقولوا لك بكل بساطه في التعريف ان الذكاء العاطفي هو القدره على إدراك المشاعر ومعالجتها واستخدامها لتوجيه التفكير والسلوك. هذا هو التعريف العلمي اللي عطوه. ولكن أجي معايا نعطيك عمليا شنو هو الذكاء العاطفي. عمليا عنده ثلاثة ديال المستويات. المستوى الأول هو خصك تعرف راسك، بمعنى باش كنحس وعلاش كنحس به. كاينين شي ناس ما كيميزوش ما بين أنه راه عنده إحساس ديال الغضب وما بين انه راه غير جاي مثلا ولا عيان. دونك هذا هو المستوى الاول، خصك تعرف راسك. المستوى الثاني هو خصك تتحكم في راسك، حيت ماشي اي احساس جانا خصنا نبالو به. كتتعلم انك توقف عاد كدوز انك تغياج. والمستوى الثالث وهذا الستاج الرابع هو انه تعرف المشاعر ديال الناس. حيتاش الانسان بكل بساطه اللي عارف راسو واللي كيتحكم في المشاعر ديالو راه غير الناس غير ديك النظره الاولى من نبره صوتهم، من كيفاش كيتصرفوا كيعرفهم كيفاش كيحسوا، ومن داك كيعرفوا كيفاش كيحسوا كيعرف شنو هو الاحساس اللي خصو يعطي له. الذكاء عاطفيا غريب عاجي. تقدر انت مريح وما حتى شي واحد يقول لك السلام، غادي يجي وغادي يقول لك السلام.
تقول لي واو كيفاش عارف؟ حيتاش هو متحكم في راسو وعارف راسو، وانطلاقا من ديك عارف راسو عارفك انت باش كتحس. وكما قال عالم النفس الامريكي الشهير دانيال كولمان في سنه 1995، يقول لك بكل بساطه الاي كيو قادر انه يدخلك الخدمه، ولكن الاي كيو هو اللي غادي يخليك تبقى في ديك الخدمه. عطى احصائيات قال لك 20% من داك الخدمه ديالك اللي كتقول لنا ان الاي كيو هو اللي غادي يخليك فيها الطاقه والمسائل، قال لك 20% هي اللي كيتحكم فيها الاي كيو. قال لك الاي كيو داكشي اللي بقى كامل 80% الانتيليجنس ايموشنيل اللي كيتحكم فيه، حيت بكل بساطه داكشي اللي بقى كامل عباره على علاقات، ودي علاقات بانه خصك تحكم مع الطرف الاخر، والتحكم مع الطرف الاخر احنا ماشي الات. اي انت واعر في بروغراماسيون المسائل، ولكن راك كتعامل مع بشر في نهايه المطاف. في الدماغ كاينه واحد لابارتي اللي سميتها اللوزه الدماغيه ولا الاميغدالا، وهي اللي مسؤوله ولا الريسبونسابل جينيرال على المشاعر اللي فيها واحد لانتونسيتي كبيره، بحال مثلا الخوف، بحال الغضب، المهم واحد الشعور اللي قوي. والمشكله في هاد الاميغدالا هو انه بالزربه ديالها تري رابيد اكثر من التفكير المنطقي. يعني الجسم ديالك مولاي كيتفاعل ولا كيرياجي كيرد الجواب مازال كاع ما استوعي الدماغ ديالك. وهذه الظاهره سموها العلماء باختطاف اللوزه الدماغيه. يعني يا مولاي بطريقه اخرى الشخص اللي عنده الانتيليجنس ايموشنيل طالع يقدر يتحكم في هذا الاختطاف المفاجئ للوزه الدماغيه، ويقوم بتشغيل الجزء الامامي من الدماغ اللي هو المسؤول على التفكير الهادئ اللي غادي يخليك تاخذ الخيار الصائب والتفكير المنطقي. يعني يا مولاي الا كان عندك انت غير الاي كيو طالع، عندك الانتيليجنس ايموشنيل هابط، واش غادي تجيك واحد لا كريز مثلا ولا واحد النوبه من المشاعر بحال الخوف وبحال الغضب، غادي تتصرف قبل كاع العقل ديالك ما يرياجي. شتي قلت لك اصحاب الذكاء العاطفي راه ماشي راه نقول لك راه كنز. بكل بساطه الا كان عندك الذكاء العاطفي طالع، يعني راه عندك القدره انك تتحكم في الدماغ ديالك طالع. يعني انت سيدي واخا كاع انت تكون واعر في لي مات في الفيزيك، الا جاتك واحد لا كريز ديال لي زيموسيون بحال هادي فراه غتصرف تلقائيا من مشاعرك. ماشي انت اللي تكون كتحكم في الدماغ ديالك، وانما الاحاسيس هما اللي كيتحكموا في الفعل اللي واخا انا نكون قلت بزاف علاش الذكاء العاطفي مهم، ولكن ندوز لك واحد لامبارتي مهمه تحت عنوان علاش الذكاء العاطفي مهم. نعطيك انا بالادله انا باش تستوعب معايا علاش الذكاء العاطفي واهميه الذكاء العاطفي. واحد كيعاونك انك تتحكم في الحياه ديالك. واحد الدراسه من يال يونيفرسيتي بينت على انه الناس اللي عندهم ذكاء عاطفي طالع بينت على انه كيتعاملوا مع الضغط ومع الستريس حسن ب 60% من الناس العاديين. علاش في نظرك؟ لان المشاعر اللي انت ما كتحكمش فيها هي اللي كتحكم فيك. وكلمه بسيطه من واحد تقدر تضيع لك النهار كامل، لكن الا كنتي ذكي عاطفي كتسمع كتحلل عاد كتعطي جوج كيحسن العلاقات ديالك. واحد الدراسه من جامعه هارفارد بينت على ان السبب رقم واحد اللي كيخلي الناس انهم يتطردوا من الخدمه ديالهم ماشي اسباب تقنيه، يعني ماشي بارتي تكنيك، بل سوء التعامل مع الآخرين والعجز على إدارة المشاعر. حيت بكل بساطة إلا فهمتي مشاعر الناس غتعرف كيفاش تسمع تحلل وكيفاش ترد كيفاش تهضر. ثالثا كيعاونك في النجاح المهني. شركة تالنت سمارت درت واحد البحث على أكثر من 1,000,000 شخص، ولقات على أنه 90% من الناس الناجحين ما بيناتهم عندهم ذكاء عاطفي طالع. ندوزو لواحد لابارتي شديدة الأهمية اللي هي مكونات الذكاء العاطفي. دابا انت الا باغي مثلا خطوات عمليه من اليوم خرجتي من هذا الفيديو هذه باغي تابليكي باغي تطبق انت باش يكون عندك ذكاء عاطفي طالع. كاينين 5 ديال المكونات اساسيه على حسب العالم دانيال غورمان. المستوى الاول اللي هو الوعي الذاتي، يعني كما قلت في الاول تعرف باش كتحس وتعرف علاش كتحس داك الاحساس. واحد النصيحه عمليه، حاول انه تكتب المشاعر ديالك، يعني اي حاجه كتحس بها حاول انك تكتبها، حيت في بعض الاحيان انت فاش كيجي داك الشعور
ما كتفهموش. باش انك تفهمو حاول تكتبو، حيت فاش كتكتب كتعطي واحد المومون دو ريفليكسيون للدماغ ديالك باش انه يحل. ثاني حاجه اللي هي السيلف ريغوليشن ولا التحكم في المشاعر. وكما قلت في الاول ماشي اي احساس حسيتي به يعني خصك تخرجو. كاينين احاسيس كنكتموها وصافي سالات، حيت ماشي اي حاجه خصها تبان. وكاينين احاسيس خصهم يخرجوا، حيت لما خرجوش تقدر توقع شي حاجه لداخل. ما ديال الخطوه الثانيه خصك تحكم في المشاعر. من القواعد العمليه انه تحكم في المشاعر ديالك كاينه واحد القاعده ديال التنفس. حاول انه فاش يعني تحس واحد الاحساس اللي ان تزيرتي والمسائل، حاول انك تريح، تشد راسك وتنفس مزيان، غير تنفس، حيت داك التنفس كيهبط من المستوى ديال الكورتيزول. والكورتيزول هو اللي مسؤول على الستريس، مسؤول، هو سبب ديال المشاكل ديالنا. ما نبقاش غير كنعطيك تيوريك بزاف، نحاول اون باراليل نعطيك شي حاجه اللي هي عمليه، بحال كما قلت لك هاد القاعده ديال التنفس مزيانه في التحكم في المشاعر. ثالثا التحفيز الذاتي او لا موتيفاسيون. في الموتيفاسيون نركز لك بالضبط على الجروث مايند سيت. حيت كاينين واحد الناس الله يهديهم فيكسد مايند سيت، كيقول لك شوف انت الا تزاديتي بهاد الحاجه هذه يعني غتزاديتي بها، ولا ما تزاديتيش بها يعني ما تزاديتيش بها. وانا عكس تماما هذا التفكير، انا مع الجروث مايند سيت، وانه اي حاجه ما تكونش عندك ماشي مشكل، ولكن مع الوقت تخدم عليها غتوصل ليها. الذكاء العاطفي واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف، وماشي بالضروره انك تزاد بها، وانما الذكاء العاطفي خصك لي تحكم بزاف مع الناس وتحكم بزاف في المشاعر ديالك، ماشي تحكم فيهم بزاف، وانما ديك الخطوات العمليه انك كل مره كيجيك احساس كتحاول انك تتحكم فيه. يعني عندك دي زيكسبيريونس اللي هما قدام مع التحكم في المشاعر. رابعا امباثي او لا فهم الاخرين. وبكل بساطه حاول انه تحط راسك في بلاصه الاخر. فاش كنهضروا على الذكاء العاطفي اون جينيرال كنهضروا على الاخر هذاك، وباش ما تقل شويه من داك التوتر مع هذاك حاول تحط راسك في بلاصه. الحمد لله عندنا في الدين لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. زيد كسيدي كاينه واحد الخليه في الدماغ سميتها الخلايا المرآة. سبحان الله العظيم هذه هي اللي كتعاونك انك تحط راسك في بلاصه الاخر، وكتعاونك انه تحس بنفس الاحساس اللي هو كيحس. خامسا المهارات الاجتماعيه او لا السوشيال سكيلز. كيفاش تهضر، كيفاش تقنع، وكيفاش تبني علاقه اليوم اجتماعيه صلبه. كل وحده في هادو راه بحر، يعني الا خديت لي وحده بلا نبقى نهضر عليها بزاف، ولكن الا بغيتي زعما تعيشها مريح حاول انك تطبق اي حاجه في ارض الواقع. عدد معضلاتنا الحقيقيه معضله السوشيال ميديا. راني ميمكنش اصاحبي نتايا النهار ما طاش هاد القصدير ديالك وباغي يكون عندك ذكاء عاطفي. ذكاء عاطفي كل ما تحاكيتي مع الناس اكثر، كل ما كانوا عندك تجارب اكثر مع الناس، كل ما كيكون عندك ذكاء عاطفي طالع، وكل ما كتفهم الاخر. راه كتوصل لواحد النيفو كيدير واحد لا رياكسيون عارف علاش دارها، وما كتبقاش تجوجي بزاف، حيت عارف انت اصلا هو الداخل ديالو علاش دار بك داك التصرف. كما قلت مع التحكم على الناس، واخا دابا نقرا لك هنايا الكتاب ما نعرفش شنو، وانا الحمد لله طلعت على بزاف ديال الكتب، بزاف ديال لي بودكاست. الا بقيتي حاضي عاوتاني الهضره بزاف تكون عارف على الذكاء العاطفي، ولكن ماشي بالضروره يكون عندك ذكاء عاطفي، حيت كاين الفرق انه انت عارف شنو هو الذكاء العاطفي كذا كيفاش كيعاونك، وما بين انه عندك ذكاء عاطفي فعلا. يعني بلا تبيان يلاش الا ما خرجتيش وتحكيتي مزيان مع الناس، واخا تقول لي وراه الناس توكسيك، وراه الجناوه المسائل راه كيضرب كذا من ليه كيضرب كذا من هنا، نقول لك هذه هي الحياه. اللذه ديال انه يكون عندك ذكاء عاطفي راه ما ساهلاش. ونعطيك بعض الخطوات العمليه باش انه ديفلوبي الانتيليجونس ايموسيونيل ديالك. اول حاجه حاول انه تراقب المشاعر ديالك، يعني داكشي اللي قلت لك في خلال هاد لا فيديو هادو انه تكتب المشاعر ديالك. راه واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف، يعني اي حاجه بسيطه كتحس بها كتبها، انت ما خاسر والو. خذ غير داك الفيت انه انا كنحس بالحاجه الفلانيه، هتكون راه قال لي باش حسيت على المسائل. يعني راه كل ما كتكتب كل ما كتوعى اكثر بكل الاحاسيس اللي كتحس بها. النصيحه الثانيه او القاعده الثانيه ما تجاوبش بسرعه، يعني اي حاجه تحكيتي معاه في المجتمع وبالاشخاص بصفات خاصه ما تجاوبش بسرعه.
يعني وقع لك واحد الحاجه يعني وكيتسناو منك رد ما تجاوبش بسرعه. كاينه واحد القاعده في هادشي سميتها القاعده 90 ثانيه، يعني تسنى واحد 90 ثانيه عاد تجاوب. مالك زربان دايرين لك مسانايا ولا مسانه تجاوب بالزربه، ريح غيفليش عاد جاوب. حتى بعض الاحيان غتكون وقعت لك كيما وقعت لي انا بزاف، كتجاوب عاد كتقول شنو قلت انا صاحبي واش هادشي. يعني اذا عطيتي واحد الجواب ما فكرتيش، فكر عاد جاوب. حيتاش علاش الدبلوماسيين ولا السياسيين الكبار ما كيهضروش بالامبروفيزاسيون بالارتجاع، كتلقاه هاز ورقه وكيفتي عليك. علاش؟ حيت اي كلمه قالها محسوبه عليه، اي كلمه قالها محسوبه عليه. حتى انا نبغيك تمشي بديك العقليه، اي حاجه قلتيها راه محسوبه عليك. دونك خلينا نفكر الشيء، زقتي عليا في هضره خلينا نفكر واحد 90 ثانيه ونجاوبك. قاعده ثالثه ولا النصيحه الذهبيه الثالثه هي الاكتيف ليسنين. بزاف ديال الناس كيسمعوا باش يجاوبوا، ما كيسمعوش باش يفهموا. بزاف ديال الناس اللي عرفتهم كنت كنهضر على واحد الموضوع وهو عارف ذاك الموضوع شنو كيدير، صافي كيتسنى كيما كيتساني باش يجاوب. لا انا ماشي لسنان. وقت انا فاش كنكون كنهضر معاك واخا تكون انت عارف ديك الديسكوسيون بيني وبينك ما كدوش هي هذيك، سمع مزيان. راه ماشي بالضروره تجاوب، بعض الاحيان ماشي بالضروره كاع انك تجاوب. علاش بزاف ديال الناس كتلقاه غير مستمع جيد، كتلقاه كاع ما كيهضرش، ولكن كتلقى عنده واحد السوكل اجتماعي ناضي، وكتلقاه مزيان في العلاقات الاجتماعيه ديالو وما كيهضرش وغير كيسمع مزيان وكيفهم. يعني انك تسمع في بعض الاحيان ولا في كثير من الاحيان اهم من انك تهضر. وواحد كنقولوا متواصل جيد ان غران كومونيكاتور ماشي بالضروره اللي كيهضر بزاف، لا، غير يدوز الفايب بينك وبين الاخر. يعني التواصل لازم، التواصل ماشي هضره بطبيعه ماشي ضروري خص تكون فيه كثر تهضر هكذا، لا. التواصل تقدر غير هكا ضحيكه تفاهمنا صافي داز التواصل ما بيناتنا. يعني ماشي بالضروري كثر الهضره بزاف. نعاود واحد النقطه مهمه بزاف وغادي نختم الفيديو. الدراري خرجوا تحاكوا في الواقع، الله يرحم لكم الوالدين. اش دابا ولينا قسما بالله التليفون تسكرولي طلع، ما بقيناش كاع صاحبي في ديك الحساسيه او في ديك لا سونسيبيليتي ديال انه نمشيو نتعرفوا على ناس جداد، نتعاشر مع ناس جداد. صافي بنادم كيقول لك هو كتلقى عنده 19 18 سنه صافي سالا هو تعاشر مع جوج ولا ثلاثه تقدر كدا جوج مرات ولا ثلاثه يقول لك مالي انا كاع على هادشي. كتلقاه صافي في العلاقات الاجتماعيه ديالو سطحي كيقول لك انا ساليت ومازال ما بديتي. لك الله يرحمكم الوالدين الشباب. العلاقات الاجتماعيه مهمه، وكاين واحد المبدا كيتسمى النفاق الاجتماعي. ما عرفتش واش مبدا ولا حركه، مهم. النفاق الاجتماعي، شوف النفاق الاجتماعي راه فن، زيد النار، ماشي تنافق. يعني انت خاين في بعض الاحيان خصك تنافق، في بعض الاحيان النفاق مهم. هذا الشيء دابا اللي كنقول الا ما فهمتياش غادي تاخذ واحد النظره مغايره على الكونتوني ديالي ولا تاخذ نظره مغايره عليه. ولكن النفاق الاجتماعي مهم. في بعض الاحيان خصك تبادل المصالح، في بعض الاحيان يعني ما تكونش في الاكستريميزم انه تاخذها مني هاد الطرف كاع ما تنافقش كاع اللي كاينه الاولى وكذا، وما تاخذش عاوتاني هذا ديال المنافق اللي دا صنبوط. ولا كاين شي حاجه. نعطيك انا مثال. شفتي واحد الحاجه في واحد الانسان، ديك الحاجه الا قلتيها غتدمرو، غتردمو، ما غتخليلوش فرصه انه يعاود يبني راسو من جديد. ولكن الا كتمتي ديك الحاجه وغيرتي لها وسوقتيها شوي غتعطي واحد الفرصه ثانيه. يعني راه ماشي بالضروره تاخذ الاشياء اكستريميزم. اللي كاين ما نبقاش نطول في الفيديو بزاف، خرج تحاك مع الناس، خذ دي اكسبيريونس جداد، والحياه كامله سي اون اكسبيريونس. انا فاش بديت هاد الكرياسيون دو كونتوني واخا غير باقي غير بادي كانت اكسبيريونس زوينه، وكان داك الشهر ديال ما غيتخرج فيه هذا كذا المسائل. دابا غادي نخوض تجارب جداد وغادي نتعاشر مع ناس جداد. شي ناس ضربونا في دارنا دابا باقيين كيضربوا المسائل، غادي نتعاشر مع وحدين جداد. هانيه الحاجه اللي ما كتقتلكش غادي تقويك. السلام عليكم، كان معكم عبد ربي الضعيف عبد الكريم محمدي، والسلام عليكم.